المقابلة الخاصة مع كما ذكرت كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية الدكتور مسعد بولس. دكتور مسعد، مرحبا بك على قناة سكاي نيوز عربية. مرحبا، شكرا على الاستضافة. شكرا على تلبية الدعوة. نبدأ من الأحداث الأخيرة في السودان في مدينة الفاشر. في ظل هذه الجهود التي تبذلونها للوساطة لإيجاد حل وهدنة في السودان، كيف تؤثر هذه التطورات الأخيرة على جهودكم وجهود الوساطة التي شهدتها واشنطن الأسبوع الماضي؟ طبعا لا شك الأحداث اللي شفناها بمدينة الفاشر خلال 48 ساعة اللي مضيت هي تطورات مهمة جدا ومقلقة جدا. طبعا مقلقة من الناحية الإنسانية، من ناحية التجاوزات اللي عم نشوفها على الأرض. يعني كلنا شاهدنا هيدي الفيديوهات اللي عم توصلنا من المنطقة، وهذا شيء مؤسف جدا بما يتعلق بالمدنيين خاصة. ولكن هناك أهمية كبرى واستراتيجية طبعا يعني إذا بدنا نعتبر من يسيطر على الفاشر، إذا كان الدعم السريع قدر يسيطر بشكل كامل، وهذا الموضوع غير مؤكد بعد. يعني هن طبعا مسيطرين بشكل كبير جدا صار على المدينة، ولكن من الغير مؤكد بعد إذا كان هناك سيطرة كاملة. ولكن مبدئيا هيك الأمور مبينة بهذا الاتجاه. طبعا هذا بيكون تطور استراتيجي مهم جدا، ولكن مقلق جدا، لأنه هذا بيؤدي وهذا له معاني أعمق بكثير من الشق الميداني والشق الإنساني، يلي هي ممكن تكون بداية نوع من تقسيم مؤسف جدا يعني للسودان. يعني عم نشوف ممكن نشوف شيء مثل ما شفنا طبعا بليبيا مثلا، يعني على سبيل المثال، وهذا شيء طبعا غير مقبول. وسوف نسعى طبعا ونقوم بكل جهد اللازم مع شركائنا. على ذكر هذه الجهود، في نهاية الأسبوع الماضي كان هناك حراك دبلوماسي في واشنطن. هناك ممثلون عن الجيش وممثلون عن قوات الدعم السريع في واشنطن. كان حديث عن مفاوضات غير مباشرة. هل تطرقتم إلى هذه النقطة بالذات، مشكلة التقسيم، مخاوف التقسيم؟ وهل أيضا لماذا لم نسمع عن التوصل لأي هدنة أو توقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات؟ هو صراحة تنكون دقيقين، ما كان في مفاوضات مع الطرفين. يعني هني صودف وجودهم بواشنطن بتقريبا نفس التوقيت. نحن على تواصل دائم مع الطرفين، وهيدا عم نقولها دائما وعم نعلن عنها حتى. ليس هناك أي سر، ولكن لم يكن هناك أي تفاوضات ولا حتى كان من المفترض أن يكون يعني تفاوض مباشر بين الطرفين. نحن قمنا بلقاءات، حاولتم تقريب وجهات النظر بشكل غير مباشر. طبعا هذا دائما نحن عم نسعى خاصة بالشق الإنساني كخطوة أولى. نحن متأيدين وملتزمين بالخطة وخارطة الطريق يلي وضعتها الرباعية ب 12 أيلول، يلي هي بتتضمن 3 أشهر هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يليها أو حتى بشكل موازي يعني فينا نبدأ على العمل بما يتعلق بالموضوع السياسي، يعني وموضوع المرحلة الانتقالية يلي هي المرحلة اللاحقة. ولكن طبعا نحن بنفس التوقيت مثل ما أعلنا كان هناك لقاء للرباعية، ولكن ليس له أي علاقة بهذه المحادثات الأخرى. فالهدف الأول هو أن نقدر نتوصل إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر. وهذا الموضوع نحن عم نتابعه بشكل يعني، وقمنا بتقديم طرح للفريقين، هن عم يدرسوه حاليا. ولكن طبعا رح نتابع هذا الموضوع بشكل مكثف مع الأطراف ومع الشركاء. يعني نحن عم نشتغل ضمن إطار الرباعية، يعني مع الإخوة السعوديين والإماراتيين والمصريين، ولكن هناك شركاء آخرين أيضا مهتمين بالموضوع السوداني. يعني اليوم مثل ما بنعرف السودان هي أكبر كارثة إنسانية على الإطلاق. فهناك بلدان أخرى مهتمة بهذا الموضوع، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى وتركيا وقطر وغيرهم، بالإضافة إلى البلدان المجاورة
يعني غير مصر والسعودية، هناك عدد من البلدان المجاورة يلي لها تأثير، يلي الحرب لها تأثير مباشر عليها، مثل تشاد مثلا. صحيح. نحن شفنا أنه بتشاد بالإضافة لل4 أو 5 ملايين نازح الموجودين بمصر، تشاد لحالها عندها حوالي 2 مليون نازح، ونحن اليوم عم نشوف مشاهد عشرات الآلاف من النازحين من الفاشر عم بيروحوا باتجاه تشاد. فيعني ممكن يكون لها تداعيات خطيرة جدا على المنطقة. هل التصور المعتمد الآن هو تصور جدة، اتفاق جدة، أم هناك تصور مقاربة مختلفة لحل هذا الصراع والتوصل لوقف إطلاق النار؟ لا شك هو إطار جدة والتفاهم اللي صار بجدة هو أساس ممتاز جدا يبنى عليه. طبعا هو حصل هذا في بداية الأزمة، يعني عم نحكي من حوالي 2.5 سنين تقريبا. فهناك أمور أخرى تطورت، يعني هناك تطورات أخرى على الأرض. هناك الشق الإنساني اللي موجود اليوم اللي بوقتها ما كان متفاقم لهذه الدرجة. فنحن كأولوية بالنسبة للرئيس ترامب هناك أولويتين. الأولوية الأولى هو الشق الإنساني، يعني نحن علينا، نحن منكبين بشكل كامل على الموضوع الإنساني، ونحن على تعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية كلها بشكل يومي، ومع الفريقين، مع الدعم السريع ومع الجيش، من أجل التأكد أنه توصل هذه المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن. ومبارح كان لنا موقف، أعلنا عن موقف رسمي بهذا الخصوص على منصة إكس، وعم نتابع معهم بشكل كتير، لأنه يعني الموضوع الإنساني هو هذا خط أحمر. أما الموضوع الثاني اللي بيتعلق بالرئيس ترامب هو موضوع السلام بشكل عام. نحن بنعرف أنه الرئيس ترامب يسعى دائما إلى السلام وإلى إحلال سلام. يعني مثل ما بنشوف اليوم بخلال جولته بالآسيوية عم بيقوم بتوقيع اتفاقات سلام أو بالعمل على صراعات أخرى مثل ما تكلم عنها امبارح مثلا. فهودي الأولويتين اللي عم نشتغل عليهم، أكان من خلال إطار رباعي أو بشكل مباشر مع الفريقين. وصحيح، لماذا لم تترددون في مناطق أخرى، نزاعات أخرى، من فرض وقف إطلاق النار حتى في المناطق والبؤر الأكثر سخونة على الطرفين؟ لماذا لم يحدث ذلك في هذه الحالة؟ لماذا لم تفرض الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار على الجانبين المتنازعين، الجيش السوداني والدعم السريع؟ وما هو العائق بنظرك حتى الآن للتوصل إلى هذه الهدنة حتى ولو مؤقتا بسبب الظروف الإنسانية؟ هلا مبدئيا الطرفين أبدوا نوع من تجاوب لا بأس به بموضوع الهدنة، ولكن يجب العمل بشكل مكثف أكثر مع الطرفين. ونحن يعني إذا عم تتكلم حضرتك عن نوع من ضغط، طبعا بالنهاية نحن عم نشتغل لمصلحة الشعب السوداني، ليس لنا هناك أي مصالح أخرى. نحن مصلحتنا هي مصلحة الشعب السوداني والاستقرار في السودان وفي المنطقة. نحن بنعرف أنه هذا النزاع له تداعيات خطيرة جدا على المنطقة بشكل عام وعلى العالم. فهذا هدفنا. نحن عم نشتغل بشكل، نحن بنتمنى يكون في تجاوب أكثر من قبل الطرفين، لا سيما الدعم السريع، لأنه عم نحكي هلا بموضوع الفاشر بشكل خاص ومحيط الفاشر ومناطق أخرى من كردفان وغيرها. نحن مطلوب تعاون أكثر من قبل الدعم السريع بما يتعلق بوقف إطلاق النار أو هيدي الهدنة الإنسانية يلي عم نتكلم عنها. هلا نحن شفنا تجاوب من قبل الطرفين، ولكن مطلوب تجاوب أكثر وفوري. ننتقل إلى منطقة أخرى من إفريقيا الشمالية. ستيف ويتكوف، المبعوث ستيف ويتكوف، فاجأ الكثيرين بالحديث عن اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال شهرين. هذا الاتفاق يقتصر فقط على العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر أم يشمل أيضا قضية الصحراء؟ طبعا هو عم يحكي من الزاوية اللي تتعلق بالصحراء، يلي هي موضوع مهم جدا. ونحن بنعرف أنه عندما يكون هناك حل دائم ونهائي لهذا الموضوع لهذا الصراع، حكما بصير أسهل بكتير الحل
حل النزاع بين البلدين، يعني بين الجزائر والمغرب. فطبعا الأخ والزميل ستيف ويتكوف عم يتكلم من هذا الشيء. طبعا نحن بنعرف أنه هذا الأسبوع يعني نهار الخميس هناك استحقاق بمجلس الأمن بيتعلق بالصحراء. وهذا استحقاق مهم جدا، لأنه هذه السنة هي سنة 50 على هذا الصراع. فعم نشتغل طبعا مع جميع الشركاء ومع جميع الحلفاء، ولا سيما الحلفاء المغربيين والجزائريين. نحن عم نشتغل بشكل يعني يومي حتى مع الجزائريين يعني للسعي للوصول أو التوصل إلى قرار بمجلس الأمن يرضي الجميع قدر الممكن. من الصعب أن ترضي الجميع، وهذه بنعرف أنه هذه أمور حساسة جدا وصعبة جدا، وليس من السهل إرضاء الجميع. ولكن نحن عم نشتغل مع جميع الأطراف وطبعا أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى لغة قدر الإمكان تقرب وجهات النظر، وصولا إن شاء الله إلى المرحلة الثانية اللي تكلم عنها الزميل ستيف ويتكوف، يلي هي بتتعلق بالحل الشامل يعني بالمنطقة وبين البلدين. حول هذه النقطة والتصويت في مجلس الأمن الدولي، هناك مسودة مشروع قرار أمريكي ما رشح عنها أنها تتحدث عن أن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو مقترح واقعي موثوق وجاد لحل الصراع. وأيضا هذا المقترح يتحدث عن تمديد لمهمة البنورسو ل3 أشهر فقط. لماذا هذه المدة القصيرة هذه المرة 3 أشهر؟ وما هو مستقبل هذه البعثة الآن في ظل الموقف الأمريكي من المقترح المغربي؟ شكرا على سؤال حضرتك. هلا بالنسبة للتسريبات يعني خلينا ما ندخل بالأمور اللي تسربت، ولكن أنا بقدر أقول لك هيدي الأمور كلها قابلة للبحث، خاصة بما يتعلق بموضوع 3 أشهر أو 6 أشهر أو غيره، يعني مهل التمديد. هيدي موضوع قابل للنقاش بين أعضاء مجلس الأمن، وهو قيد النقاش. ولا شك أنه بالنهاية رح تكون نتيجة مرضية للجميع. هلا دائما بالتفاوض من الممكن أوقات في البداية يكون موقف معين، ولكن مع التفاوض ممكن أنه هذا الموقف يعني يتطور إلى مهل مثلا مرضي للجميع. هذا بما يتعلق بالمهل. أما بما يتعلق بالشق الآخر، مثل ما بتعرف حضرتك موقف الولايات المتحدة وموقف الرئيس ترامب يعني واضح جدا بموضوع الصحراء. الرئيس ترامب أعلن يعني واعترف بسيادة المغرب على هذه الصحراء ضمن طبعا الطرح المغربي للحكم الذاتي، يعني طرح عام 2007. ولكن أيضا بنفس الوقت تكلم الرئيس ترامب وحث الفريقين على المباشرة بالتفاوض فورا والوصول إلى حل مقبول من قبل الطرفين وبأسرع وقت ممكن. فطبعا موضوع سيادة المغرب بالنسبة للولايات المتحدة ولا للرئيس ترامب لا رجوع عنه، يعني هذا واضح. ولكن هي التفاصيل يلي لازم يتفق عليها طبعا ضمن الطرح المغربي. هلا بموضوع قرار مجلس الأمن، حتى اللغة يلي حضرتك تكلمت عنها هي لغة يعني ليست جامدة بشكل كامل، يعني تفتح المجال لاقتراحات أو أفكار، ترحب بأفكار يعني ممكن أنه الأفريقاء يقدموها ضمن إطار يعني الطرح المغربي بشكل عام كأفضل إطار نحن بنعتبره. يعني هذا الموضوع
يعني يفتح المجال للتفاوض ولطرح أفكار تكون مثمرة وبناءة. ما بعتقد أبدا أن المغرب ضد أفكار بناءة ضمن موضوع الحكم الذاتي يلي حتى الإخوة المغربيين تكلموا عنه، وجلالة الملك تكلم عن هذا الموضوع بشكل متقدم جدا، يعني من حوالي 3 أشهر. ونحن رح ننتظر طبعا كلمته خلال أيام، يعني عند موعد 50 سنة لهذا الصراع. فنحن متفائلين للحقيقة بهذا الموضوع. لا يمكن أن ترضي جميع الأفرقاء من أول طرح أو من ثاني طرح. هذه أمور قابلة للنقاش. طبعا هناك استحقاق يبقى له يومين أو 3 فقط، ولكن هي إن شاء الله هذه بداية، هي نقطة انطلاق للمسار يلي منتأمل. طبعا الزميل ستيف ويتكوف متفائل، ونحن كلنا متفائلين جدا. صحيح. نحن متفائلين لأنه بنعرف أنه جلالة الملك يعني قرر أنه نقدر نتوصل لحل نهائي وسريع. ونحن بنعرف أنه الأصدقاء الجزائريين أيضا منفتحين لهذا النقاش البناء، فمن هون بيجي التفاؤل. دكتور مسعد بولس، تلبية لفريقك ولنداءة فريقك نتوقف عند هذا الحد، ونشكر لك هذه المقابلة الخاصة مع قناة سكاي نيوز عربية. مشاهدينا، نعود إليكم ونشكركم على المتابعة.